تخيل انت كده قاعد بتتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، وفجأة كده تلاقي جمهور الاهلي في نص المباراة بيهتف للزمالك وبيحيي لعيبته. ممكن ده يحصل؟ طبعا اي حد هيقول مستحيل الكلام ده يحصل في اي مباراة من مباريات القمة. لكن المفارقة بقى ان واقعة زي دي حصلت في بطولة الدوري زي النهاردة كده من 52 سنة بالتمام والكمال زي النهاردة. مباراة عادية جدا في بطولة الدوري موسم 73 74 ما بين غزل المحلة وفرقة الطيران في ملعب الترسانة. مباراة كانت زي النهاردة كده يوم السبت 10 رمضان 1393 الموافق 6 اكتوبر 1973. مباراة بتجمع ما بين فريق غزل المحلة اللي كان ساعتها بطل اخر نسخة من الدوري وفريق الطيران اللي لسه بيشارك في بطولة الدوري جديد. المهم المباراة مستمرة والنتيجة 1-1، وفجأة جمهور غزل المحلة بيهتف للطيران. لعيبة غزل المحلة استغربت ايه اللي بيحصل ده قدامهم. اتضح ان كان ساعتها ساعة المباراة ما كانت بتتلعب كان بيتذاع اول بيان لعبور قوات الجيش لخط بارليف بعد ما دمروه وكسروه وعدوا الضفة الشرقية ودخلوا سينا في 73. جمهور غزل المحلة كان بيهتف للطيران، مش الفريق اللي كان بيلعب فريقهم، كان بيهتف للطيران اللي كان بيطير فوق القناة وفوق سينا علشان كانت بتبدأ معركة العبور ومعركة التحرير. مباراة غريبة جدا ومباراة عمرها ما هتتنسي ابدا، لكن تفضل من اجمل مباريات بطولة الدوري واللي فيها غزل المحلة شارك في خطة الخداع الاستراتيجي للعدو قبل الحرب ما تبدأ.